شبرا شبرا غير أي مكان تاني. شبرا هنا في الحياة، في كل حاجة، في الصحاب، اخواتي، أمي، أهلي. من غير شبرا منسواش. أنا عندي هدف، أنا عايز أوصل لحاجة معينة. الحاجة دي أنا مهما الدنيا عطلتني بحاول أحاربها بقدر الإمكان. اشتغلت كذا شغلانة، يعني أنا الراب بدأ معايا من بدري، أنا براب من وأنا في تانية إعدادي. على السرير بكتب. هي كل حاجة حواليا بتقول لي أنت مش هتنفع، بتقول لي لأ، بتمسكني من رجلي، لكن أنا هوصل لها. مش عارف إن أنا لما بحط حاجة في دماغي بجيبها. أحمد من 9 سنين ونص أو 10 سنين حب يغني راب، وأنا كنت الأول رافضة، وبعد كده لقيته هو بيقعد مع نفسه يغني فشجعته ولقيت حاجة كويسة. فتحت فرشة في المؤسسة، وفي الفرشة دي بقى هنا فاهم اتعلمت أبيع لأي حد أي حاجة، لغاية ما بقى إيه رحت اشتغلت في القهوة. أمي قالت لي تعالى اشتغل في القهوة بدل الفرشة دي وبتاع. بدأت أركز في شغلي وبدأت أركز في أكل عيشي، وفي نفس الوقت بركز في الراب. هو القهوة دي بالنسبة لي كل حاجة، يعني القهوة دي بتاع الجد الله يرحمه، بالنسبة لي حاجة ما حصلتش، وجدي بقى وكده فاهم. فأنا بكمل اللي هو إيه اللي هو المفروض علموني واللي أنا اكتسبته منه حاجات كتير فاهم. عشان انت لسه بالنسبة لك أستاذة، وانت لسه لازم تاخد كله بالمقاس. بدأت راب كنت قاعد على القهوة مع زمايلي عادي بنسمع بقى، وكنت بقى لي سنتين بسمع راب. من هنا بقى كان حصل بيف بين شوية شباب بتغني راب وبتاع، وساعتها عرفت ان في سيركل بيتعمل في شارع المعز. بنروح بقى يعني ايه بتفرج على الشباب كده عاملين دايرة، واللي بيلعب بيت بوكس واللي حواليه بقى ايه بتدور واحد واحد، كل واحد يخش يقول فيرس. من هنا بقى بدأت اتعلم راب واعرف بيتعمل ازاي. انا عشان وريتك سواد العسل وهتكون هتقل 55 اسعاف بيجي يحاول نجوك بس جسمك في المعدنة يمين. اخواتنا ظابط وبريئة وانا شكلي مطول جوه دي. سنة كلها بتروح يابا الا انا جوه الدقيقة ما شفتش جدع. خصم مشرد جالب المشرط سبت المصلب وقمت استعبط نخ كفت على الباب يخبط شاويش يقول لي يلا اترحل. النبي ده بالنسبة لي من ساعة ما عملته قلت أنا من هنا بدأت راب. ده أول تراك ليا عامله من حوالي شهرين. والحب الجارة مرشد ده جبان، اما نفسي تسلك يا دنيا لسه وحشاني ياما، والدقيقة وحشة مصيرها تفرج اروح بيتنا السكة. بس تعبت فيها أوي والله، وفكرته مش أي كلام. عاملين اللي فرد فترد عيال عاملين جدعان، واللي كانوا أبطال في عمومي بيتنا ما يا عيني يا زمان بعد. في ريد بول مات الكلام السنة اللي فاتت. أنا كنت متابع مع قرصان قبليها فترة طويلة، كان دايما بيقعد يقول لي محمود حسين اللي هيكسب، اللي أنا كنت متأكد منه ساعتها إن هو هيقدم حاجة جامدة، وفعلا قدر إن هو يعمل فري ستايل الأقوى بانش لاين في المسابقة بالنسبة لي، بالنسبة لناس كتير يعني. أنا دلوقتي حاسس إنك اسود زي جالاكسي، لابس أبيض في أسود عامل زي التاكسي. شوف دلوقتي إزاي قرصان هيكون أجمد واحد في وسط الموجودين. ما كانش عارف هو هيعمل إيه، هو طالع يستمتع، فأنا ببسط جدا لما بتفرج عليه كشخص مش حتى مش صديقه يعني. واعتقد ان الناس كلها برضو بتحب تتفرج على قرصان، مستنيينه بقى في ريد بول مات الكلام. ان شاء الله نتقابل في النهائي عشان نعمل حاجات حلوه. لو خسرت عادي ولا اي حاجه عادي، يعني انا كده كده شغال، مفيش اي مشكله. ايه المشكله يعني لما اخسر؟ عادي، كلها خسرت، مفيش حد بيخسرش. Yes, yo.
نكسر الدنيا. عايز تراب؟ تعالى لي انا هديك كورسات، بس انا اقطعك صاحب انا خياطك، زي كده ما تقول ده تفصيل قمصان زي اللي بلبسها. قال لك افصلك زي القمصان اللي بلبسها، القميص اللي انت لابسه مش رابر انت نينجا. لحظه شكلك بجد بتتوتر، نادر اصلا اخويا وانا ما كنتش عايز الباتل من اصلا عشان يا جماعه كسبان الريد بول مات الكلام السنه دي. اوه واو حسون يا اخويا، حقك عليا وهارد لك كده كده تعوض السنه الجايه، وباذن الله باذن الله يا رب ربنا هيكرمك ويحقق لك كل اخويا كورسان يا جدعان، كده كده كورسان انا اعمل له فيديو لوحده اخويا، كفايه ان السونس عمل له فيديو. اصل عليك يا كورسان. لأي شاب بجد اللي بيتعب بيلاقي، على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي. دي كلمة أنا واثق منها قوي، ولو أنت مش واثق في نفسك ثق في ربنا.